تخيل معايا إنك رجعت بالزمن لسنة 1996 ورحت على ولاية ميريلاند الأمريكية، وتحديدا على بلد صغيرة اسمها بوليفار. وأول ما تدخل المدينة وتمشي في وشك على طول بعد 500 متر هتلاقي على إيدك اليمين عربية صغيرة بتبيع برجر، واقف عليها واحد ضخم وطوله حوالي مترين ووزنه 200 كيلو، واصلع وايده فيها وشم كتير، وفي الغالب هتلاقي عليها ناس كتير. يعني لا تقول لي لا كرم الشام ولا بلبن ولا حتى ماكدونالد، العربيه شغاله اللهم صل على النبي. لكن نصيحه مني، حاول تهرب من المكان ده في اسرع وقت، وده لسببين. السبب الاول لان البرجر ده معمول بلحم بشري، والسبب التاني عشان ما يتعملش منك شاورما وجنبها بطاطس محميه. تخيل ان صاحب العربيه دي قبل ما يبدا في شغل البرجر كان خجول جدا وانطوائي، والكل كان بيتنمر عليه عشان وزنه وشكله الغريب. لكن بالرغم من القسوه اللي شافها في حياته عمره ما فكر انه يأذي اي حد ابدا، واتجوز من صاحبته وخلف منها ولد. لكن بعد ما ابنه كبر شويه وبقى عنده 6 سنين حصلت حاجه غريبه غيرت حياته بالكامل وحرقت قلبه من جوه، وحولته من جو الدب اللطيف لآكل لحوم البشر. مين هو جوزيف روي ميساني وايه قصته، وليه يعتبر اخطر سفاح في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده، بس خليك معايا ودايما خليك مع صلاح. في يوم 2/3/1955 اتولد جوزيف روي ميساني بولاية ميريلاند الأمريكية، وكان أصغر واحد في إخواته الست، وكانوا كلهم عايشين في بيت صغير يدوب ياخد 4 أفراد. لكن في يوم قررت عيلة جو إنها تسيب المدينة اللي هي عايشة فيها دي وتروح تعيش في مدينة جديدة اسمها بوليفار. لكن بعد أول شهر في المدينة الجديدة مرت عيلة جو بظروف صعبة جدا، وده لأن والد جو مات في حادثة عربية وساب لمراته 6 ولاد، أكبر واحد فيهم عنده 16 سنة، وكان جو في الوقت ده عنده 6 سنين. وموت ابوه اثر فيه بشكل كبير جدا لانه كان متعلق بيه، ومن وقتها بقى منعزل عن صحابه واخواته وما عادش بيكلم اي حد ولا بيتفاعل معاهم زي الاول. وطبعا خضع لجلسات علاج نفسي لكن حالته ما اتحسنتش كتير، واللي زاد الضغط عليه التنمر اللي كان بيتعرض له، وده لان اصحابه كانوا بيتريقوا دايما عليه عشان وزنه ازاي، واللي ما كانش متناسب ابدا مع عمره. وعيلته كانت بتناديله بجو الدب اللطيف. اما بقى اصحابه، وانتوا عارفين طبعا الصحاب كانوا مسميينه كتلة الغباء او الدب القطبي او الوحش القبيح. لكن ما تنكرش ان صاحبك المليان وما تنساش تعمل له منشن من اطيب الناس على الكوكب. وبالرغم التنمر اللي كان جو بيتعرض له من صحابه الا انه كان لطيف جدا معاهم وعمره ما زعل منهم. وفضل جو على الوضع ده لحد ما بقى عنده 18 سنة ودخل الجيش وقضى 2 سنين خدمة عسكرية. يا رب اخد اعفاء يا رب. لكن جو بعد ما خلص فترة الجيش رجع شخص تاني خالص، وأول حاجة عملها إنه ساب عيلته وراح يعيش لوحده، وكان كل همه إنه ينسى حياته القديمة ويبدأ حياة جديدة. وهنا تبدأ علاقة جو باللحمة وتحديدا مع البرجر. اول ما جو خرج من الجيش وساب عيلته قرر انه يعتمد على نفسه، واول حاجه عملها راح اشتغل في مطعم برجر واتعلم طريقه تحضيره، وصاحب المطعم علمه كل حاجه بتخص المهنه وعرفه على سر خلط البهارات وطريقه طبخ بتخلي اي لحمه ايا كان نوعها طعمها بيرفكت. وكأن صاحب المطعم عارف ان جو هيحتاج الخلطه دي بعد كام سنة. وفي الفترة دي جو اتعرف على شلة بايظة كلها مدمنين، وبدأ يشتغل في المطعم بالنهار، وبالليل يروح هو واصحابه الخرابة ويشدوا كلهم مخدرات ويفضلوا سهرانين للصبح. لكن الوضع ده ما عجبش صاحب المطعم ابدا، عشان كده طرد جو من الشغل وبقى بينام تحت جسر او اي بيت من البيوت المهجورة اللي كان بيشرب عندها مخدرات هو واصحابه. وفي هذه الاجواء اللي كلها ظلام وشرب ومخدرات لقى جو حب حياته واللي كان اسمها كادي، وهي واحدة من صحاب جو اللي كانوا بيشربوا مخدرات معاه في الخرابة. لكن جو كان شايفها مثال للأخلاق. لكن بعد شهر من علاقتهم ببعض كتبوا الكتاب واتجوزوا، وهنا جو حس بحجم المسؤولية وبدأ ينتقل من شغل للتاني لحد ما خلف ولد وسماه روي على اسم ابوه. وتعلق جو بابنه جدا، خصوصا انه كان بيفكره دايما بوالده، وكان دايما بيقول ان ابنه روي هو الحاجة الوحيدة اللي مخليه يكمل في الحياة. وبعد 6 سنين جو كان بيشتغل في الوقت ده سواق على عربية نقل. وفي يوم من الايام جو كان عنده سفرية بالعربية في مكان بعيد وهيفضل يومين بره البيت. وفي اليوم الثالث لما رجع جو لقى البيت كله فاضي، ودور على مراته وابنه في كل مكان لكنه ما لقاهمش، واكتشف ان مراته خدت ابنه وكل الفلوس اللي موجودة في البيت وهربت بيهم مع عشيقها. بريء جو حبيب اخوك،
انت مش لسه قايل انها مثال للاخلاق يا جدع؟ وهنا دخل جو في حاله غضب هستيريه، وكان بيمشي يصرخ ويعيط في الشارع زي الاطفال بالظبط، وقال انه ما كانش فارق معاه مراته، لكن فراق ابنه هو اللي كسر قلبه، وده اللي حوله من جو الدب اللطيف للسفاح الاخطر في تاريخ امريكا. وفي يوم من الايام جو كان قاعد بيعيط على فراق مراته وابنه تحت الجسر اللي كان بيشرب فيه مخدرات، وفي اللحظه دي شاف 2 مشردين عمرهم فوق ال30 قاعدين يشربوا مخدرات، والاتنين دول كانوا البدايه الحقيقيه لجو عشان يتقال عليه اكل لحوم البشر. المكان اللي جو كان واقف فيه كان فيه قضبان حديديه بتاعه قط، مسك واحد فيهم وهجم على الاتنين دول، وبالرغم انهم كانوا سكرانين ومش في وعيهم، لكنهم لما شافوا ضخامته وشكله المرعب وهو بيتحرك ناحيتهم فاقوا من اللي هم فيه. لكن جو مسك الاتنين وفضل يضرب فيهم بالقضبان لمده ربع ساعه لحد ما خلص عليهم. وهنا قرر جو انه يهرب من المكان ده فورا، لكنه شاف واحد بعيد واقف على ضفه النار، فخاف لا يكون الراجل ده شاف حاجه ويروح يعترف عليه، لكن في الحقيقه الشخص ده ما كانش شاف حاجه اصلا. بس جو حب يعمل احتياطاته برضه، راح للراجل ده وقال له ازيك، وراح نش واحد على راسه وجايب اجل، وبعد ما قتله هرب من المكان فورا. لكن بعد مده الشرطه قبضت على جو هو وكام واحد كده، وده لانه كان مشتبه فيه، واتحبس 18 شهر، لكن تم الافراج عنه عشان ما فيش ادله كافيه، وطلع وسكن في بيت صغير على اول المدينه، وكان مستني اليوم اللي ترجع فيه مراته وترجع له ابنه. فكان بالنهار يقعد على اول المدينه يستنى ابنه، وبالليل يروح يشرب مخدرات. يعني حاله كان يصعب على اي حد، لان الدنيا جت عليه وهو صغير وقست عليه لما كبر. وفي يوم من الايام اكتشف جو انه مراته عاهرة، وقرر انه هينتقم منها بالرغم انه ما يعرفش هي فين اصلا. ده كمان قرر انه هيقتل اي واحدة شبهها او بيتفكروا بيه. وفي سنة 1996 رجع جو يشتغل تاني في البرجر في مطعم قريب من المدينة. وقتها اتعرف على واحدة اسمها كاسي، وكان عندها في الوقت ده 45 سنة، ده غير انها كان فيها شبه كبير من مراته. وكاسي كان عندها صاحبة اسمها كامبرلي، وكان عندها في الوقت ده 23 سنة، وهما الاتنين كانوا بيروحوا لجو المطعم بتاعه دايما، وده لانهم كانوا بيحبوا البرجر اللي هو بيعمله. واتطورت علاقتهم بجو لدرجة انهم بقى بيروحوا له البيت عشان يشربوا معاه مخدرات. وفي يوم من الايام ومن غير اي سبب، بعد ما جو شرب كمية كبيرة من المخدرات، مسك سكينة وفضل يطعن في كاس صاحبته، وكل اللي في باله انها شبه مراته ومتخيلها هي، وطعنها في رقبتها 3 طعنات وماتت فورا. اما كيمبرلي صاحبتها فكانت بتقاوم وبتدافع عن نفسها، لكن بتقاوم مين يا كيمبرلي؟ ده جو الدب اللطيف، وطعنها في رقبتها 16 طعن. يعني كان لازم تقاوم يا كيمبرلي، ما كنت تاخديلك 3 زي صاحبتك وتخلصي الليله. وبعد ما جو فاق من المخدرات اللي كان شاربها، قعد يفكر ازاي هيخرج من الورطه دي، وبنفس السكينه اللي قتلهم بيها قطع جثتهم وحطها في اكياس، وبعدها حط الاكياس دي في التلاجة لحد ما يشوف هيعمل ايه. واليوم اللي بعده راح على شغله ولا كأن حصل اي حاجه. لكن جو وهو بيعمل خلطه اللحمه خطر على باله ازاي هيتخلص من الجثتين اللي عنده في البيت. وهنا جه على باله فكره مشروع، قال لك اللحمه عندي في التلاجة وكمان البهارات عندي، وانا معلم برجر كبير، انا هفتح عربيه برجر واشتغل لوحدي وابقى حر. وفعلا خد شويه لحم خنزير من المطعم وكميه بهارات ورجع على البيت، وطلع الاكياس اللي في التلاجة وبدا يقطع في لحم البنات المساكين، وخلط لحمهم بلحم خنزير وحط عليه شويه بهارات. ويا تكات ويا حركاته وتعالي اطفحي معانا يا ست الكل. وفي اليوم اللي بعده فتح العربيه وقال يا رزاق يا كريم. وفعلا محدش من اللي كان بيشتري حس انه بياكل لحم بشري ابدا، ده بالعكس، ده كانوا بيقولوا له ان البرجر بتاعه مختلف واحسن بكتير من كل المطاعم اللي موجوده في المدينه. ويوم بعد يوم الزباين بدات تكتر والناس تجيله من كل مكان عشان ياكلوا من عنده، لحد ما لحم البنتين اللي بيعمل بهم برجر خلص. وهنا جو وقع في مشكله كبيره، وده مش عشان قتل او اكل الناس لحم بشري، ده عشان اللحم البشري اللي عنده خلص، وده لازم يكون متوفر عنده كل يوم، لان الخلطه اللي جو مشهور بيها بتحتاج لحم بشري والناس بتجيله من كل مكان عشانها. عشان كده كان لازم يتصرف، وقرر فعلا انه هيقتل تاني، لكن مش هيقتل اي حاجه. هيقتل اول حاجه فتيات الليل، وده انتقاما من مراته، وتاني حاجه عشان طبعا المشروع يفضل شغال، ده كمان هيقتل المهاجرين اللي داخلين البلد بطرق غير شرعيه، وده لان ما عندهمش اوراق رسميه ومفيش حد هيسال عليهم. واخيرا بقى اي واحده شبه مراته معلش لازم تتقتل. ومن ضمن الناس اللي قتلهم شاب مكسيكي دخل امريكا بطريقه غير شرعيه، وكمان ما كانش كمل في البلد 6 ايام بالظبط. راح على عربيه جو وطلب منه انه يشتغل معاه، وحكى له حكايته كلها. فجو قال له انت فين يا جدع من زمان، ده انت جيت لي من السما، ده احنا هنريحوك يا شاب. وجو اكله برجر كتير طبعا مع حسن الختام بقى. وبعدها جو خده على البيت وراح مخلص عليه، وطبعا اكرام الميت
فارم وعمل منه برجر يا عيني وقدمه للناس. جو قتل في سنة واحدة بس 27 بني آدم، منهم 14 فتاة ليه، وكان بيجيب معظمهم من عند الجسر اللي ارتكب فيه أول جريمة، لأن المنطقة هناك مليانة مشردين ومعظمهم بيبقوا مش في وعيهم، وده لأنهم بيبقوا شاربين مخدرات. عشان كده كان سهل على جو إنه يقنعهم يجوا معاه على البيت. وفضلت الدنيا ماشية وحلوة لحد ما جو قابل فتاة ليل اسمها ريتا، وما كانش يعرف إن ريتا راقصة باليه ولاعبة جمباز قد الدنيا. وأول ما دخل البيت ومسك السكين عشان يقتلها قدرت تفلت منه وطلع يجري وراها زي المجنون بالظبط، لأنه لو ملحقهاش كل شيء هيتكشف. والغريب في الموضوع إن ريتا بالرغم إنها كانت سكرانة إلا إنها قدرت تنط سور طوله 3 متر. فعلا الباليه والجمباز أنقذوها من الموت. وبعد ما هربت أول مكان راحت عليه هو اسم الشرطة، وفي أقل من ساعة البوليس جه وقبض على جو. وفي التحقيق جو اعترف بكل حاجة من أول مرة وما أنكرش الجرائم اللي هو ارتكبها، وكمان ما خافش من حكم الإعدام لأنه قال أنا ميت من يوم فراق ابني. وخد الشرطة على المكان اللي بيدفن فيه الضحايا بتوعه، وهناك شافوا 27 راس مقطوعة، وطبعا ما كانش هيستفاد حاجة بالراس في البرجر. وأول حاجة اتحكم عليه بالإعدام، لكن لأنه كان شارب مخدرات في كل الجرائم اللي هو ارتكبها تم الحكم عليه بالحبس الانفرادي المؤبد مدى الحياة، والحكم ده أصعب 100 مرة من حكم الإعدام. جو فضل وحيد في زنزانته من سنة 1998 لسنة 2017 وتوفى بعمر 62 سنة. جو فضل وحيد في طفولته، وفضل وحيد لما كبر، وفضل وحيد في زنزانته، وهيفضل وحيد في قبره. لكن قسوة الحياة وغدر وظلم البشر قادرين يطلعوا الوحش اللي جوه اي انسان مهما كان طيب. وبرغم الجرائم اللي ارتكبها جو حاسك كده زعلت عليه. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. وما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، هدفنا 100,000 بيكم ان شاء الله. ودايما خليك مع صلاح، اشوفكم على خير.